بسم الله الرحمن الرحيم. العمليات على الفترات. أول حاجة بيقول لي السين هي الفترة ما بين -1 ل3، الفترة المغلقة المقفولة من عند -1 وعند 3. الصاد هي الفترة من 2 ل6، مقفولة عند الاتنين مفتوحة عند ال6. اوجد التقاطع ما بين السين والصاد. علشان نوجد التقاطع لازم نرسم سين ونرسم صاد. أولا هنرسم سين. سين من -1 ل3. السالب يبقى شمال من الصغير للكبير، يبقى شمال هعمل -1، يمين هعمل 3. ماشي. مقفول عند -1 يبقى هعمل الدايرة مقفولة عند -1، والدايرة مقفولة عند 3 اللي هي مقفولة من الناحيتين -1 و3. واللي ما بينهم لازم اعمله مستطيل واقفله دايما. اللي ما بينهم موجود معايا، هو -1 و3 بس اللي بشوفهم موجودين ولا لا، هفتحهم ولا اقفلهم، انما اللي ما بينهم موجود معايا. هعمله بلون مثلا وليكن ايه، ازرق. طبعا في الامتحان احنا ممكن نعمل قلم خط خفيف كده وقلم خط تقيل، او احنا عارفين ان دي فوق ودي تحت. انا هرسم دي فوق خط الاعداد، السين فوق خط الاعداد والصاد تحت خط الاعداد. بس انا هنا بلون بقى براحتي، هرسم السين بالازرق والصاد تحت وباللون الاحمر. كده خلصنا السين. الصاد بقى من 2 ل6، يبقى هاجي عند الاتنين، الاتنين اللي هي قبل التلاتة اهي، وهعمل دايرة مقفولة لان عند الاتنين قافلها لي. والستة بعدها بشوية هعمل 6 وهعمل دايرة مفتوحة، واللي ما بينهم ده معايا اكيد، وهعمله باللون الاحمر. يبقى ادي السين فوق بالازرق والصاد تحت بالاحمر. اللي ما بينهم التقاطع، يعني ايه الحاجات المشتركة. الخطين موجودين مع بعض امتى؟ في الفترة من 2 ل3. صح ولا لا؟ الخطين اتقابلوا فوق وتحت، ظهر عندي مع بعض في الفترة من 2 ل3. من 2 ل3 مفتوحة ولا مقفولة؟ يعني عامل الفترة هنا مفتوحة ولا مقفولة؟ انا شايفة ان هي مقفولة عند الاتنين ومقفولة عند التلاتة. الدايرة بتاعت الاتنين مقفولة والدايرة عند التلاتة مقفولة، يبقى هعملها زي ما شايفاها، مقفولة من ناحية الاتنين ومقفولة من ناحية التلاتة. يبقى قفلت الفترة عند الاتنين وعند التلاتة. الكلام ده في التقاطع وفي الاتحاد كمان. زي ما بشوف بكتب، الدايرة مقفولة بعمل الفترة مقفولة، مفتوحة بعمل الفترة مفتوحة. اتفقنا؟ طب في الاتحاد يعني ايه الاتحاد؟ كل السين والصاد من اول السين لحد اخر الصاد. يبقى ايه؟ المسافة كلها الازرق مع الاحمر كله من الاول للاخر. يبقى شفت سين اتحاد صاد امتى؟ من اول -1 لحد ال6. يبقى هي الفترة الكبيرة ما بين -1 لحد 6. بعمل من الصغير للكبير، يعني هبدأ بالسالب 1 بعدين ال6. مفهومة؟ ما ينفعش اعمل 6 وسالب 1 بالترتيب كده، -1 الاول وبعد كده ال6. -1 مقفولة يبقى هقفل الفترة عند -1. الدايرة مقفولة عند -1، مفتوحة عند ال6، يبقى هفتح الفترة من ناحية ال6، هفتح القوس عند ال6 زي ما قدامي بكتب في التقاطع وفي الاتحاد. مقفولة تبقى مقفولة الفترة، مفتوحة تبقى مفتوحة. طب في الفرق بقى، سين فرق صاد. يعني ايه فرق؟ يعني كأني بقول لك سين شيل منها الصاد، اطرح صاد، شيل الصاد، حط ايدك على الصاد. ادينا حطينا ايدينا على الصاد، شلت الصاد خالص كأنها مش موجودة، مش ظاهر لها اي ملامح، حطينا ايدينا على الخط اللي هو الصاد. ايه اللي اتبقى من السين؟ الخط اللي فوق اهو، اللي هو من اول -1 لحد الاتنين. صح ولا لأ؟ يبقى هي الفترة من -1 ل2. ماشي لحد كده. انا خبيت الصاد، اتبقى ايه؟ اتبقى الخط اللي فوق اللي هو من -1 ل2. طب كتبت -1 و2. -1 دي مفيش فيها اي مشكله، زي ما هي موجوده هكتبها اهي، دي بعيده عن الدنيا خالص. -1 مقفوله يبقى هكتبها مقفوله، الفتره بتاعتها مقفوله لان الدايره عند -1 مقفوله. طيب الاتنين بقى اللي في وسط الايه، المعركه، اللي في وسط الدنيا دي، ظاهر ان هي مقفوله، يبقى هعكسها هخليها مفتوحه. ماشي. في الفرق، الحتة اللي في النص اللي بتبقى في وسط السين والصاد معايا بعملها بالعكس، مقفولة بخليها مفتوحة، مفتوحة بخليها مقفولة. في الفرق ليه؟ عشان نفهمها. يعني هي مش محتاجة ان احنا نفهمها يعني على طول بنفتحها او بنقفلها، بنعكسها يعني. بس كأني مثلا انت معاك كروت فيهم كارت رقم 2، الكارت ده انا بقولك معاك، قلت لي اه، قلت لك هاته، بقى معاك ما بقاش معاك. يعني لو هو كان معاك انا هاخده اصلا، ما هو طرحته شلته فما بقاش معاك. يعني لو كانت مقفوله انا خدتها خلاص، الاتنين كانت موجوده بس انا خدتها فبقتش موجوده. فاهمين معناها ايه؟ طيب ناخد مساله تانية.
ادي السين وادي الصاد وعايز التقاطع. طيب نرسم السين الاول، من 3 لما لا نهايه، يبقى على طول دايره عند التلاتة ورايحه للما لا نهايه. التلاتة نفسها موجوده، يبقى هقفل الدايره عند التلاتة ورسمت الخط الازرق فوق ده السين. طب الصاد من -3 ل4، يبقى هعمل كده من بعيد -3 اهي رايحه لحد ال4. -3 مفتوحه لان الفتره مفتوحه، وال4 هعمل الدايره برضو مفتوحه لان الفتره مفتوحه. ماشي، رسمت بس السين والصاد. اول حاجه بيقول لي اوجد التقاطع ما بين السين والصاد. الخطين اتقابلوا امتى؟ الخط اللي فوق والخط اللي تحت اتقابلوا فين؟ في الفتره من التلاتة لل4. في التقاطع والاتحاد اللي بشوفه بكتبه. يبقى الفتره من 3 ل4. عند التلاتة الدايره مفتوحه ولا مقفوله؟ مقفوله اهي باللون الاسود، يبقى هقفلها في الفتره زي ما هي موجوده. ال4 الفتره مقفوله ولا مفتوحه؟ الدايره مفتوحه ولا مقفوله؟ دايرة مفتوحة، يبقى هفتحها برضو في الفترة زي ما بشوف بكتب في التقاطع وفي الاتحاد. طب يعني ايه اتحاد؟ من الاول للاخر، من اول السين لحد اخر الصاد، او من اول الصاد لحد اخر السين. يبقى من اول -3 لحد فين؟ ما لا نهاية. الصاد بدايتها عند -3 والسين اخرها في الما لا نهاية، رايحة للما لا نهاية. يبقى من -3 لما لا نهاية، من غير ما افكر في اي حاجه، في تقاطع، في اتحاد، في فرق، في مش عارف ايه. الما لا نهايه على طول مفتوحه، مش هغلب نفسي في الما لا نهايه. ما لا نهايه مفتوحه، ولا يفرق معايا هو بيقول لي تقاطع ولا اتحاد. في الاتحاد طبعا عرفنا ان -3 هنا هوت مفتوحه، يبقى احطها برضو في الاتحاد مفتوح. يبقى -3 هتبقى مفتوحه لان الدايره بتاعتها مفتوحه، انما الما لا نهايه على طول مفتوحه. ماشي، في التقاطع في الاتحاد اللي بشوفه بكتبه. طب في الفرق، س فرق صاد، س شيل منها صاد، حط ايدك على الصاد. ادينا خبينا الصاد. ايه اللي اتبقى من السين؟ اتبقى من اول ال4 لحد الما لا نهايه. ماشي، فيها اي مشاكل؟ الما لا نهايه دي اساسا ما فيش فيها مشاكل، وهي اوريدي بعيد، على طول مفتوحه. الفتره بتاعت الما لا نهايه دي على طول مفتوحه. طب من ناحيه ال4 اللي هي في وسط المعركه، في النص دي ال4 المفروض ان هي مفتوحه. في الفرق هقفلها، بعكس الرقم اللي في النص ما بين السين والصاد، ده اللي بيتعكس. انما الرقم التاني اللي بعيد عن الدنيا خالص، اللي بعيد عن المشاكل، ده بيبقى زي ما هو. انما بعكس مين؟ بعكس ال4 اللي هي ما بين السين والصاد، اللي انا مش عارفه اشيلها ولا ما اشيلهاش، كانت موجوده ولا مش موجوده. هي مش موجوده تبقى موجوده، مفتوحه تبقى مقفوله. بعكس في الفرق، وبعكس كمان في السين شرطه اللي هي المكمله بتاعت السين. يعني ايه سين شرطه؟ يعني عكس السين. هو بيقول لي اوجد س شرط. طبعا عشان ما لخبطكوش، انا هرسم س لوحدها، ماليش دعوه بالصاد، هنشيل الصاد. هو دلوقتي بيتكلم على س شرطه، يبقى ماليش دعوه بالصاد عشان بس ما نلخبطكوش، فمسحنا الصاد. ادي السين. ايه السين شرطه؟ عكس السين، مكمله السين. يعني السين لو ماشيه يمين، السين شرطه تبقى ماشيه شمال. من عند التلاتة يمين ده السين، من عند التلاتة شمال تبقى ده الايه؟ السين شرطه. تبقى هي من ايه؟ من اول سالب ما لا نهايه لحد 3 اللي بالاخضر ده، دي السين شرطه. ماشي، سالب ما لا نهايه مش هغلب نفسي فيها، مفتوح على طول. طب التلاتة، السين شرطه زيها زي الفرق، بنعكس. التلاتة هنا مقفوله، تبقى في السين شرطه في المكمله مفتوحه زيها زي الفرق. بعكس ده، حتى الكلام واضح. سين والسين شرطه اللي هي عكس السين، يعني بيقولك اعكس. شرطة يعني مكملة يعني عكس، دي كانت يمين تبقى دي شمال. يبقى لو كانت موجودة تبقى مش موجودة، التلاتة مقفولة تبقى مفتوحة معايا في الفترة. طيب الصاد شرط، ادي الصاد اللي هي باللون الأحمر، شلنا السين وكتبنا الصاد اللي هي من -3 ل4. طيب الصاد شرطة كل خط الأعداد ما عدا من -3 ل4. يبقى هو عبارة عن حاجتين، جزء الشمال اللي هو من سالب ما لا نهاية لسالب 3، اللي هو السهم ده اللي في الشمال، وفترة تانية كمان من أول 4 لحد ما لا نهاية. ما هي -3 ل4 دي اللي هي الصاد موجودة في النص، قسمت لي خط الأعداد في جزء يمين وجزء شمال. طب نبدأ بالشمال. الشمال من أول سالب ما لا نهاية لحد -3. مظبوط، السالب ما لا نهاية على طول مفتوح، والسالب 3 المفروض إن هي مفتوحة في الصاد، صح، الدايرة هي مفتوحة، هقفلها.
صاد شرطة بنغير الشرطة مكملة، يعني ايه بنغير المفتوحة تبقى مقفولة. طب الفترة التانية اللي هي يمين من أول 4 لحد ما لا نهاية، الأربعة ايه مفتوحة، الدايرة مفتوحة اهي، يبقى هعمل ايه هنا؟ هقفلها العكس، صاد شرطة بنعكس الأربعة تبقى ايه مقفولة، لأن هنا مفتوحة. والما لا نهاية ما بغلبش نفسي فيها، على طول مفتوحة، الفترة مفتوحة عند الما لا نهاية أو السالب ما لا نهاية. يبقى كانت الدايرة مفتوحة عند السالب 3، خليت الفترة مقفولة عند السالب 3. كانت الدايرة مفتوحة عند السالب 4، خليت الفترة مقفولة عند ال4. يبقى بعكس فين؟ في حاجتين، في الفرق وفي الايه، في المكملة اللي هي الشرطة، س شرطة وصاد شرطة. انما التقاطع والاتحاد زي ما هم، دايرة مقفولة بعمل الفترة مقفولة، دايرة مفتوحة بعمل الفترة مفتوحة.